كاملين في هاد اليومين اللي فاتت صدمنا بواحد الخبر ديال جريمه القتل الفنانه المعروفه هدى الشعراوي اللي اشتهرت بدور ام زكي في مسلسل باب الحاره. اليوم غادي نحاولوا نعرفوا اخر التفاصيل اللي وقعت في هاد القضيه، سواء اللي كتخص الفنانه هدى او الخادمه ديالها. خبر موتها كان صدمه كبيره ماشي غير في سوريا ولكن في العالم العربي كامل، حيت هدى الشعراوي كانت ممثله معروفه وعندها بزاف ديال الادوار، ولكن اغلب الناس كانوا كيعرفوها من الضوء اللي كانت كتجسدو ديال ام زكي في مسلسل باب الحاره ديال المخرج الراحل بسام الملا. هذا المسلسل بدا اول مره 2006 وبقى مستمر حتى ل 2023، وصل تقريبا للجزء 13 وكان كيتعرض ديما في رمضان. ولات الشخصيه ديال ام زكي جزء كبير من الذكريات ديالنا والطفوله ديالنا، حيت كانت شخصيه طيبه ومرحه وايجابيه وكتشبه بزاف ديال الامهات والجدات ديالنا، وهذا الشيء علاش الناس كاملين كانوا كيبغيوها ويحترموها. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نتمنى الاشتراك والدعم وتفعيل خاصية الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد. نبداو على بركة الله. هدى الشعراوي تزادت سنة 1938 وتربات في حي الشاغور في دمشق. والديها عانوا بزاف قبل ما يجيبوها للدنيا، حيت خسروا 6 ديال الوليدات قبل منها، وبعدها رزقهم الله بها، ومن بعد جاو 2 خوت اخرين دراري. كبرت هدى في الشام وكانت من اوائل الفنانين اللي خدموا في التلفزيون والاذاعه في سوريا، ودخلت لمجال التمثيل في البدايات ديال السبعينات بالصدفه. واحد النهار كانت خارجه مع الام ديالها، واحد الممثل شافها وطلب منها تمشي للاذاعه والتلفزيون، وفعلا بدات الخدمه من تما. ومن بعد دخلت للتلفزيون والسينما. العائله ديالها كانت محافظه بزاف، رفضوا في الاول، ولكن حيت الادوار ديالها كانت محترمه وكوميديه مع الوقت بدا الرفض كينقص ورجعت العلاقه بيناتهم مزيانه. تزوجات وهي صغيره من ولد عمها، وكان واحد التاجر بسيط رزقهم الله 3 ديال الوليدات، 2 دراري وبنت وحده اللي سماتها ديليبار. من بعد سنوات توفى الزوج ديالها في واحد الحادث سير، ومن ثم قررت هدى تفرغ حياتها كامله لوليداتها خصوصا بنتها، ورفضت تعاود تزوج نهائيا باش ما يدخل حتى راجل غريب لدارها ويتحكم في ولادها. بنتها تبارك الله قرات وتخرجات ولات واحد المهندسه معماريه معروفه، تزوجات حتى هي وولدت 2 وليدات. وهدى ولات جده مع الكبر ديالها في العمر، ولا كيضرها ظهرها بزاف، وهذا الشيء اللي خلاها تولي تقبل غير الادوار الصغار. واخا هكاك اي دور كانت كتاخذو كتعطيه واحد نكهه خاصه، حيت شخصيتها كانت محبوبه عند الناس وكانوا الناس كاملين كيحترموها. الناس اللي كانوا دايرين بهدى كانوا قلال، غير الاحفاد ديالها، بنتها، ولادها والجيران القراب ليها بزاف كاملين كانوا كيشهدوا انها ظريفه وحنينه. واخا ولادها طلبوا منها تسكن معاهم بزاف المرات كانت ديما كترفض وكتفضل تبقى في دارها بوحدها باش ما تكونش ثقيله على حتى واحد، وحفاظا على الخصوصيه ديال ولادها وديالها. من ثم جات فكره لولادها يجيبوا شي وحده تعاونها في الدار، ولكن بحكم العمر والطبيعه ديال هدى ما تفاهماتش مع بزاف ديال المساعدات. بدلات تقريبا شي 13 خادمه، وكل وحده فيهم كانت كتبقى غير شهر ولا شهرين. كانت كتخلص هدى تقريبا 5 مليون ليره سوريه في الشهر من غير الفلوس اللي كانت كتعطي للمكتب اللي كيصيفط لها المساعدات. واخر مساعده قبل الجريمه سرقات لهدى الفلوس وشي حوايج غاليين، ولكن ولادها منين عاقوا جراو عليها وبلا ما يقولوا لهم حتى حاجه. اخر 2025 جات واحد المساعده جديده من اوغندا اللي كان سميتها فيكي. كان الشكل ديالها كيبان قوي، وكانت واحد الانسان اللي كانت هادئه، ولكن التواصل كان صعيب بزاف حيت هي ما كانتش كتفهم العربيه مزيان. واخا هكاك صبرات عليها هدى بزاف حيت كانت محتاجه شي واحد يبقى معاها ويونسها في الدار. بقات عندها تقريبا 3 شهور وكل شيء كان مزيان حتى وصل نهار الاربعاء 28 يناير. كانت هدى سهرانه مع عائلتها وبناتها وحفادها، وكانت فرحانه بزاف حيت هاد اللحظات كانت اسعد حاجه عندها، ولكن كان خاصها تمشي تنعس بكري حيت كان عندها واحد التصوير الغد ليه في واحد المشهد في المسلسل غادي يتعرض في هذا رمضان ان شاء الله ديال 2026. ملي وصل الليل بداو الاحفاد كل واحد كيوجد راسو يمشي لدارو، حيت الجده مشات تنعس ما كاين لاش يبقاو بوحدهم. دار الاحفاد كانت قريبه بزاف من دار جداهم، سلموا عليها ومشاو وخلاوها بوحدها هي وفيكي. الفنانه هدى دخلت لبيتها وفطات راسها ونعسات، اخر نعسه ليها في الحياه. نهار الخميس 29 في الصباح بكري فريق التصوير بقى كيتسنى فيها في موقع التصوير حيت معروف عليها ملتزمه بالمواعيد، وزيد عليها كان واحد الصحفي كيتسناها بغا يدير معاها حوار قبل التصوير. سناوها تقريبا
أكثر من 3 السوايع، ولكن ما جاتش. عيطوا ليها مرة 2 و3 وما كان حتى رد. منين فقدوا الامل ووصلت ل 10:45 ديال الصباح، عيطوا لحفيدها محمد باش يمشي يشوف علاش تعطلات. محمد بدورو حتى هو عيط ليها وما رداتش ليه، وهذا التصرف ماشي من عادتها نهائيا. قرر يمشي للدار ويطمن بنفسه، واخا شافها البارح بالليل وكانت بخير ولا خير، ولكن دار في بالو يمكن تكون عيانه ولا طرا ليها شي مشكل بحكم السن ديالها. وصل محمد لدار جداه، دق الباب مره وجوج وثلاثه، ما حل ليه حتى واحد. تما فكر انه يهبط لطوموبيلته وقلب على واحد الساروت اللي ديما كان حاطو عنده في السياطي، ومن حل الباب حس بواحد الريحه خانزه، ريحه الحراق. كانت واحد الريحه مجهده. بدا كيعيط على جداتو في كل بلاصه وما كان حتى شي جواب. مشى لبيتها ولقى السيده ناعسه. ارتاح شويه، كانت عاديه، ولكن ملي قرب حداها صدم، حيت لقى الراس والجهه اليسرى مهشمين كاملين والفراش عامر بالدم. المنظر كان مرعب والضربه كانت قويه لدرجه ان محمد ما قدرش يتعرف على الملامح ديال جداه. بالصدمه بقى واقف 2 دقائق باش يستوعب شنو هذا الشيء. منين جاي دور كيبان ليه اليد ديال المهراز عامر بالدم. تما مباشره فهم بان جداه تضربات بيد المهراز مباشره لذاك الراس. بدا كيعيط فيكي ولكن ما كان حتى رد. قلب عليها في الدار كامله وما لقاهاش. عيط بالزربه لخوه احمد باش يجي ويشوف شنو خاصهم يديروا. وصل احمد تقريبا مع 11:30 ودغيا عيطوا للبوليس. حتى هما بالدور ديالهم جاو في البلاصه. بدا التحقيق وجمع الادله. الجريمه كانت غريبه بزاف. شكون عنده مصلحه يقتل المراه عندها 87 عام وفنانه معروفه محبوبه عند الناس وما عندها لا عداوه ولا مشكل مع اي واحد؟ من الاول تركز التحقيق على فيكي حيت كانت غايبه. الايام اللي قبل كانت كتقول انها مريضه، ولكن نهار الجريمه ما كانش عندها العطله، يعني الغياب ديالها كان مشكوك في الامر ديالو. قلبوا عليها في الحي كامل وما لقاو ليها حتى اثار. لقاو غير واحد الرساله مكتوبه بالانجليزيه داخل البيت ديالها، والبوليس ما نشروش المحتوى ديال الرساله، ولكن باين منها انها رساله وداع وكتوحي انها غادا ترجع لبلادها. واضح ان فيكي كانت ذكيه بزاف وبغات الناس يظنوا انها خرجت قبل الجريمه. الطبيب الشرعي اكد ان الجريمه وقعت بين 4 و5 ديال الفجر. البوليس عرفوا فيكي ما خرجتش من الباب الرئيسي ولكن هربت من الباب اللور باش ما يشوفها حتى واحد. مشاو كاميرات المراقبه ديال المحلات في الزنقه صورات فيكي وهي خارجه كتجري مع 6 ديال الصباح، يعني مباشره من بعد الجريمه، وحتى الرجلين ديالها ما كانتش لابسه فيهم نهائيا. في البدايه البوليس حاولوا يلقاو تفسير منطقي وعطاو احتمال وقالوا يمكن دخلت تسرق شي حاجه وحصلتها هدى ودابزوا بيناتهم وتحولت لمدابزه جريمه قتل. ولكن التحقيق بين ان هدى ما كان عندها حتى حاجه في الدار، لا فلوس لا مجوهرات لا حتى حاجه ثمينه او غاليه. ما لقاو حتى شي حاجه ناقصه من الدار، حتى تليفونها والاغراض الشخصيه كانوا في بلاصتهم. تقرير الطب الشرعي أكد أن هدى ماتت وهي ناعسة في بلاصتها، ما كانت لا مقاومة لا مواجهة، يعني القتل كان مقصود مخطط له مسبقا. السؤال اللي حير كل شيء علاش وشنو السبب؟ العائلة كلها أكدوا ما كان حتى خلاف حقيقي بين فيكي وبين هدى. فيكي كانت خدامة غير 3 شهور، يعني مدة قصيرة باش يتراكم فيها الحقد ولا مشاكل كبار. العلاقة كانت عادية فيها شوية ديال المشاحنات بحال اي علاقه بين مولاة الدار والخدامه ديالها، ولكن ما كانش من دابزات والتهديد. بالعكس ايامات قليله قبل الجريمه فيكي كانت مريضه وهدى والاحفاد ديالها خداوها للسبيطار واهتموا بها واعتنوا بها مزيان، وكانوا كيتسناو النتائج ديال التحاليل ديالها اللي كانوا خصهم يخرجوا في نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمه. وهذا الشيء هو اللي زاد الصدمه عند الناس. نيت شهر خبر مقتل هدى انتشر دغيا في مواقع التواصل، الصحافه تجمعات قدام دارها. كاين فيديو انتشر لبنتها وهي خايفه ومصدومه كتجري وكتسول فين امي، منظر مؤلم بزاف. المشكل الكبير هو انتشار واحد الفيديو ديال الجثه ديال هدى من داخل المشرفه. للاسف بعض الناس ما كيهمهمش انتهاك حرمه الميت، همهم غير اللايكات والمشاهدات. البوليس شكوا ان فيكي ممكن يكون عندها شريك، ولكن مراجعه الكاميرات بينات انها كانت بوحدها وما كان حتى شي واحد جاي ياخذها بالطوموبيل. هربات في الطاكسي واختفت. نشروا الصور ديالها في وسائل الاعلام كامله. فيكي هربت لواحد المنطقه اخرى في دمشق وقفت عند واحد السيده كتبيع الحوايج، كانت باينه عليها علامات توتر وبدات كتهضر بالانجليزيه، ولكن مولات المحل ما كانتش فاهمها وعيطت على جارها اللي كان استاذ في الانجليزيه. هذا الاستاذ بدا كيهضر معاها بشويه وما كانش عارف شكون هي. سولها منين جايه وشنو واقع ليك واش محتاجه شي مساعده وعلاش باين عليك هذه الحاله ديال الخوف والتوتر.
فيكي كانت خايفه بزاف، كلامها ما كانش متناسق، كتدخل وتخرج في الهضره، مره كتقول لهم انا بغيت نسافر، مره كتقول لهم انا موضره، مره كتقول لهم جات عليا اللي كنت خدامه عندها. المهم كل مره كتلفق لهم كذبه في شكل، ومره كتقول لهم بغيت غير نرتاح، عطوني غير نشرب وبغيت نرتاح. الاستاذ بدا كيشك فيها، خصوصا ملي شاف الحاله النفسيه ديالها وطريقتها في الهضره، وزيد عليها ان الاخبار ديال مقتل الفنانه هدى كان منتشر في ذاك النهار، والصور ديال الخديمه كانت منتشره في كل بلاصه. مشى دخل وشاف الصوره ديالها في التليفون ديالو، ومن قارن الملامح تاكد ان هاد المراه اللي قدامه هي نفس المساعده اللي قتلت هدى. دار راسو ما فهم والو، وبقى كيهضر معاها بشويه بشويه باش ما تحس بحتى حاجه، وفي نفس الوقت عيط على البوليس وبلغهم بالمكان ديالها. ما داش الوقت حتى وصلوا البوليس وحاصروا بلاصه كامله. شدات فيكي بلا مقاومه حيت كانت منهاره نفسيا، ما بقى عندها فين تهرب. شدات وتحطات في الحراسه النظريه وبدات جلسات التحقيق الرسميه. في الاول حاولت تنكر، ومن بعد دخلت في التناقضات، ومع الضغط والاسئله اعترفت بالجريمه. حسب اعترافاتها فيكي كانت كتحس بالحقره، وما كانتش راضيه على حياتها وعلى الخدمه ديالها ولا على حتى الوضع اللي كانت عايشه مع هدى فيه. قالت انها في ديك الليله دخلت البيت هدى وهي ناعسه، وخدات يد المهراز وضربتها بلا ما تطيح حتى فرصه باش تفيق ولا تدافع على راسها. التحقيق اكد ان الجريمه كانت متعمده ومخطط لها، وما كانش الدافع هو السرقه، ولكن كان عنف داخلي وانفجار نفسي مفاجئ. الخبر زاد صدم الرأي العام، حيث ما كان حتى شي سبب منطقي يبرر قتل امرأة كبيرة في هذا السن معروفة بطيبتها وحنانها. العائلة ديال هدى كانت في حالة صدمة وحزن كبير، خصوصا بنتها وحفادها اللي ما تقبلوش كيفاش آخر أيام حياتها تسالي بهذه الطريقة المحزنة. في التحقيق اعترفت فيكي بكلشي، قالت بالحرف أنها هي اللي قتلت الفنانة هدى الشعراوي، وقالت انا كنت شاكه ان هدى بغات تسممني، ومن هنا قررت نقتلها قبل ما تقتلني. الغريب في الامر ان فيكي ما عندها حتى سجل اجرامي سابق، وخدمات في سوريا شحال من مره، وما كانش معروف عليها اي سلوك عنيف، وما كان حتى سبب منطقي يفسر علاش قتلت مرة كبيره في هذا السن، خصوصا وان هدى كانت كتعاملها مزيان وكتهلا فيها. بسبب الغموض ديال الدافع، شي وحدين كيقولوا ان فيكي جاها انهيار عصبي ولا شي مشكل نفسي، ووحدين اخرين تيتهموا الفنانه هدى بانها كانت عنصريه مع الخدامات. وسبب هذا الاتهام لهدى هي ان قبل الوفاه ديالها بمده قصيره كانت خرجت في واحد اللقاء في واحد البرامج على المعاناه ديالها مع الخدامات، وقالت انها بدلات 13 مساعده بسبب عدم التفاهم واختلاف العادات. ولكن هدى وضحات أكثر من مرة أن ما كاينة لا عنصرية لا والو، بالعكس كانت صابرة ومتحملة، ولكن ولات كتعصب. قالت أن المساعدات القدامات ما كانوش كيعرفوا أساسيات الخدمة، مرة كيديروا راسهم ما كيسمعونيش، مرة كيديروا راسهم ما سمعونيش، مرة كيجاوبوني غير إلا بغاو، والتواصل كان صعيب. حتى اكتشفت مرة بالصدفة أن بعضهم كيعرف يهضر بالعربية وكيكذب غير باش يبقى داير راسو ما عارفش وما فاهمش. أما بالنسبة لآخر مساعدة اللي هي فيكي، الجيران والزملاء ديال هدى أكدوا أن شخصيتها كانت قوية صعيبة في التعامل، كانت كتخرج مع هدى في كل بلاصه وحتى في الجلسات ديال التصوير، حيت هدى ما كانتش قادره تمشي بسهوله، يعني فيكي كانت كتعاونها. واحد من صحاب هدى في الخدمه صور ليها واحد الفيديو في الطوموبيل وهي كانت كتضحك. في هذا الفيديو هدى كانت كتضحك وكتهضر بعفويه وكتقول على سبيل المزاح فيكي الا جاها الجوع شي نهار ممكن تاكلني، ولكن الا دققتي في الكلام غتحس بانها بحال بغات توصل ان فيكي كانت فعلا كتخوف. التحقيقات مازال خدامه والمحاكمه مازال ما بداتش، وإلا تاكدت التهمه على فيكي فغالبا غادي تواجه حكم الاعدام، حيت هذا الحكم مازال خدام في سوريا. وفي الاخير الله يرحمنا ويرحم الفنانه هدى الشعراوي ويغفر ليها ويصبر عائلتها. وبغيت نسمع الراي ديالكم، شنو رايكم في هذه القضيه وشنو الانطباع ديالكم؟ ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.